في الجزء اللي فات شفنا ازاي بو قدر يهزم الأمير شين بعد ما خلص على كل الباندا. لكن في نهاية الفيلم بنلاقي إن في قرية باندا سرية وقدرت تهرب من شين. ودلوقتي هنعرف تفاصيل الحكاية دي بالظبط في الجزء الثالث من كونج فو باندا. وفيلمنا بيبدأ في عالم الأرواح وبنلاقي المعلم أوج واي قاعد في سلام. لكن بنلاقي سيوف عملاقة بتهجم عليه واللي بتكون من الجنرال كاي، وده بيكون صاحب أوج واي من زمان وبيكون راجع له عشان ياخد بطار قديم عدى عليه أكتر من 500 سنة واللي هنعرف تفاصيله قدام شوية. والمعلم أوج واي بيحاول يصد ضرباته بس كاي بيكون خد التشي بتاع كل معلمين الكونج فو اللي في عالم الأرواح، وبيقدر إنه يهزم أوج واي وياخد التشي بتاعته. بس أوج واي بيقول له إنه في عالم الأحياء أكيد هيقدر يلاقي اللي يوقفه. وكاي بيقدر إنه يرجع لعالم الأحياء من تاني. وبنرجع تاني لقصر اليشب وبنلاقي المعلم شيفو قرر إنه يوقف تدريب وإن بو هيبقى المدرب الجديد. وطبعا الكل بيتصدم وأولهم بو، وشيفو بيسيبهم وبيمشي والجبابرة الخمسة بينحنوا للمعلم بو اللي بيبدأ معاهم أول حصة تدريبية واللي بتكون كارثة بكل المقاييس. وبوه مش عارف يشرح لهم أي حاجة والجبابرة الخمسة بيخرجوا من الحصة دي متدمرين. فبوه بيروح يقعد عند تمثال أوج واي وبيلاقي المعلم شيفو هناك. وبوه بيقول له إنه هيعتزل التدريب هو كمان وإنه إزاي قدر يخليه يدرب الخمسة. فشيفو بيقول له أنا عارف إن أنت مش هتعرف تدربهم وخليتك تعمل كده عشان لو استمريت في اللي أنت بتعرف تعمله بس عمرك ما هتتطور وإن أنت لحد دلوقتي مش عارف أنت إيه. فبو بيقول له إن هو التنين المقاتل وإن مهمته هي ضرب الأعداء. لكن شيفو بيقول له إن ده أكيد مش اللي المعلم أوجواي شافه فيه عشان أنت جواك طاقة مختلفة عن الباقيين. وشيفو بيعمل قدامه حركة اللي تشيه وبيقدر إنه يخلي الزهرة تفتح وبيعرفه إن اللي تشيه ده هي الطاقة الروحية لكل حاجة، وإنه عشان يتعلمه محتاج وقت كبير جدا في التدريس وإنه لازم يطلع أفضل نسخة من نفسه. وبنروح لكاي اللي قدر يرجع لعالم الأحياء من تاني وبيؤمر المعلمين اللي اتحكم فيهم إنهم يجيبوا له تلاميذ أوج واي عشان يدمرهم. وبنرجع لمطعم السيد بينج وبنلاقي إن في دب باندا عملاق داخل مسابقة أكل زلابيا وبيقدر إنه يكسر رقم بول قياسي. وبنعرف إن اسمه لي شان وإنه بيدور على ابنه المفقود. فبو بيتصدم وبيقول له إن هو كمان فقد والده. وكل اللي في المطعم ما بيكونوش مستوعبين كمية الغباء لحد ما الاتنين بيستوعبوا وبيحضنوا بعض بعد كل الفترة دي. لكن بنلاقي إن السيد بينج مش عاجبه المشهد ده وغيران طبعا من أبو بو الجديد. وليه بيعرف بو إن في باندا كتير غيره وإن في رسالة جات له من الكون قالت له إن ابنه لسه عايش. وبو بياخد ليه القصر اليشم وبيعرفه على الآثار اللي فيه. بس ليه بيلبس درع من الدروع وبو بينبهر من شكل أبوه في الدرع فبياخد درع هما كمان وبيلعبوا بكل آثار الكونج فو وكأنهم بيعوضوا كل السنين اللي فاتتهم. لحد ما بيحضر شيفو والجبابرة الخمسة وليه ما بيكونش شايفهم وبيفضل مكمل لعب. لكن لما بيشوفوا إنه باندا بيعرفوا على طول إن أبو بو وبيرحبوا بيه. لكن فجأة الوادي بيتعرض للهجوم وبيكونوا محاربين اليشم اللي قاي بعتهم. والجبابرة بيستغربوا إزاي بيقاتلوا معلمين ماتوا من 100 سنة وبيقدروا إنهم يهزموهم. فكاي بيكلمهم من خلالهم وبيرجعهم تاني ليه. فالمعلم شيفو بيرجع وبيدور على اسمه في المخطوطات القديمة وبنعرف إن كاي كان زميل المعلم أوج واي في الحرب. لكن في مرة أوج واي اتصاب وكاي فضل شايله الأيام لحد ما راحوا لقرية الباندا وهناك عالجوا أوج واي بطاقة اللي تشيه وعلموها له كمان. بس كاي طمع في كل القوة لنفسه فالمعلم أوج واي كان لازم هنا يوقفه. بس لو رجع لعالم الأحياء تاني مش هيقدر يوقفه إلا اللي بيتحكم في طاقة اللي تشيه. فليه بيقول لهم إنه يقدر يعلمهم اللي تشيه وإنه لازم بو يرجع معاه لقرية الباندا السرية. وبينطلقوا في رحلتهم الطويلة اللي بتستمر الأيام. لكن بيلاقوا إن السيد بينج مستخبي في شنط بو عشان بيكون خايف عليه وبيكملوا في رحلتهم تاني. وأخيرا بيوصلوا لقرية الباندا اللي بو بيكون مبهور بكل حاجة فيها. وكل الباندا اللي هناك بيفرحوا إن ليه رجع ولقى ابنه وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا بو وبيرحبوا بيه وبيبدأوا الاحتفالات. لكن وهم على الغدا كل الباندا بيستغربوا إن بو بيستخدم عصيان أكل عشان هم
بيستخدموا إيديهم وبياكلوا أكبر كمية في المرة الواحدة. وبعدها بو بيطلب من أبوه إنه يعلمه الليتشي، وأبوه بيقوله إن أول درس في الليتشي هو إنه يرجع ينام تاني. ولما بيصحى أبوه بيعلمه إزاي يبقى باندا، زي إنهم بيتدحرجوا على الأرض بدل ما يمشوا. لكن بو ما بيعرفش وبيفضل يخبط في أي حاجة قدامه. وباقي الدروس بيعلمه إزاي يبقى دب باندا كسول. وبعدها ليه بيحكي لبو عن أمه وبيقول له إنهم كانوا عايشين حياة سعيدة جدا مع بعض لحد ما ظهر شين وجيشه. فبو بيقول له إنه ما يخافش أبدا من ضياعه تاني. وبنرجع تاني لقصر اليشم وبنلاقي إن كاي وصل له بعد ما خدت شي كل معلمين الصين، وبيبدأ هجومه على الجبابرة. لكن للأسف ما بيقدروش يتصدوا له، وبياخد التشي بتاعهم كلهم ما عدا تايجرس اللي قدرت إن هي تهرب منه. وفي قرية الباندا الاحتفالات بتكون لسه شغالة والكل بيكون سعيد لحد ما بتوصل تايجرس وبتكون تعبانة جدا، وبتقول لبوه إن كاي هزم كل محاربين الصين وما عادش فاضل حد، وإنه في طريقه دلوقتي لقرية الباندا عشان بيدور عليك. فبو بيقول لأبوه يعرفه سر اللي تشيه، بس ليه بيقول له إنه ما يعرفش وإن السر ده اندفن من زمان، وهو قال له كده عشان عايز يحميه من كاي. فبو بيغضب منه جدا عشان بسببه ساب الوادي وأصحابه من غير حماية، وبيسيبه وبيمشي وبيصنع أداة تدريب على شكل كاي اللي بيكون بيتتبع أثره وفي طريقه ليه. بس تايجرس بتروح لبو وبتقول له إن الطريقة دي مش هتوقف كاي. فبو بيقول لها إنه هيستخدم عليه حركة ووشي. فتايجرس بتقول له إنه معاه جيش من المحاربين وإنه أكيد مش هيقدر يقرب له. لكن بنلاقي إن ليه والسيد بينج وكل الباندا واقفين في ظهر بو وهيتصدوا الكاي معاه. فبو بيكون مش عارف هيعلمهم الكونج فو ازاي، لكن بيفتكر كلام المعلم شيفو وإنه لازم يطلع أفضل نسخة من نفسه. وبيبدأ بو يشوف كل باندا بيعرف يعمل إيه وبيحاول يطوره مع لمسة من الكونج فو والأسلحة القتالية، وكل واحد بيبدأ تدريبه الخاص لحد ما كلهم بيبقوا جاهزين. وبنروح لكاي اللي بيكون وصل لقرية الباندا وبيأمر محاربين اللي تشيه إنهم يجيبوا له بو اللي بيبدأوا في مطاردته. لكن كل واحد من الباندا بينفذ مهمته وبيقدروا إنهم يوقفوا المحاربين، وبسبب كده كاي بيكون مشتت جدا ومش عارف يركز مع مين لحد ما بو بينفذ آخر جزء من الخطة، وإنه بيطبق حركة ووشي على كاي لكن ما بتنجحش عليه عشان كاي بيكون من عالم الأموات، والحركة دي بتنفع على الأحياء بس. وكاي بيبدأ هجومه على بو اللي بيكون أقوى من بو جدا وما بيقدرش يتصداله. فبو بيبص لكل الباندا والحزن واليأس مليينه، لكن مرة واحدة بيعمل حركة مجنونة وبيلف حوالين رقبة كاي وبيعمل حركة ووش على نفسه، وبكده بيروحوا هما الاتنين لعالم الأموات. وهناك كاي بيغضب جدا من اللي عمله بو وبيبدأ هجومه العنيف عليه وبيكون هياخد الليتشي بتاعته. لكن في عالم الأحياء كل الباندا بيحاولوا إنهم يساعدوا بو وبيعملوا حركة الليتشي اللي بتنجح مع كل واحد فيهم بسبب حبهم لبو. وبو بيقدر إنه يتحرر من كاي ويكتسب قوة كل الباندا اللي ساعدوه، وبسبب كده بو بيتمكن من قوة التنين المقاتل الحقيقية. ولما كاي بيبدأ في مهاجمته بو بيتصداله بكل سهولة وبيبدأ يقاتله كأنه بيلعب بيه، وكاي ما بيعرفش يعمل له حاجة لحد ما بو بينفذ ضربته الأخيرة وبيدي كاي كل قوة اللي تشيه اللي بتكون زيادة عن طاقته، وبسببها كاي بينفجر وبيرجع كل المحاربين لعالم الأحياء من تاني ما عدا بو اللي بيقابل أوج واي وبيقول لبو إنه أخيرا بقى التنين المقاتل، وإنه كان عارف إنه هيبقى محارب عظيم من أول مرة شافه فيها، وبيديله عصاية الأنج على إنه الخليفة من بعده اللي بو قدر بيها إنه يرجع لعالم الأحياء من تاني، والكل بيفرح لما بيشوفه. وهنا بينتهي الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان، وما تنساش تتفرج على الأجزاء اللي فاتت اللي هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. سلام.